تعالوا النهاردة بقى نعمل حاجة مختلفة شوية واديكوا كام مصطلح كده يفيدكم في الشغل. Welcome to Business English 1. شوية المصطلحات اللي هنقولها دلوقتي بتديك منظر احترافي أكتر. رقم 1 Go the extra mile. معناها إنك تعمل أكتر من اللي مطلوب منك عشان توصل لنتيجة أحسن. بالظبط كده زي ما بنقول بالبلدي اعمل اللي عليك والزيادة. She always goes the extra mile to help the customers. هي دايما بتعمل اللي عليها والزيادة عشان تساعد العملاء. رقم 2 Cut to the chase. معناها إنك تخش في الموضوع من غير أي لف ودوران أو نجيب من الآخر. We don't have much time. Let's cut to the chase. ما عندناش وقت كتير فيلا نخش في الموضوع على طول. رقم 3 Back to the drawing board. بتتقال لما الخطة اللي بتكون موجودة تفشل تماما ولازم نبدأ نفكر من الأول تاني. زي كده يعني اما نقول نرجع لنقطة الصفر. The client rejected our proposal. So it's back to the drawing board. العميل رفض العرض بتاعنا. فكده لازم نرجع لنقطة الصفر تاني. رقم 4 والأخيرة النهاردة call it a day. معناها إنك تقرر توقف أي شغل أنت بتعمله دلوقتي. بمعنى أصح خلاص كفاية كده النهاردة. We've been working for 10 hours. Let's call it a day. إحنا بقالنا 10 ساعات شغالين. كفاية كده النهاردة. This is Premier English by سارة وده كان مصطلح يساعدك في حياتك المهنية.